التوقعات ديال المغرب ربما، ولكن السؤال الآن الثالث موضوعه عودة آفة الشغب إلى الملاعب الرياضية. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الأصالة والمعاصرة لتقديم السؤال، ليتفضل مشكورا. السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة المستشارين المحترمين. سيد الوزير، عرفت مجموعة من الميادين الرياضية الوطنية مع بداية هذا الموسم عودة حالات الشغب بشكل خطير، ولم يمر بعد الوقت طويل على ما عرفته البطولة الاحترافية للموسم السابق من مشاهد الشغب والفوضى رسخت في ذاكرة المواطنين فيما بات يعرف بالخميس الأسود. إلا أن حالة الشغب هذه المرة أخذت منحى أكثر خطورة، تمثلت في الاعتداءات على قوات الأمن بشكل غير مسبوق وتوقيف المباراة في مشهد يبعث عن القلق ويسيء لصورة الوطن ويلوث أجواء الرياضة الوطنية. وأمام هذه الآفة الخطيرة التي تهدد مستقبل الرياضة وتمس بسمعة وصورة بلادنا أمام المنتدى الدولي في زمن الاحتراف، نود أن نسائلكم السيد الوزير عن ما هي المقاربة التي تعتزمون اعتمادها لتطويق هذه الآفة الخطيرة؟ ما هي التدابير التي تختموها لحلول دون إعادة إنتاج مثل هذه السلوكات المنافية لروح الرياضية والأخلاقية المغاربة؟ الكلمة لكم سيد الوزير للإجابة على السؤال، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. السيد المستشار المحترم، طبعا ما غنختلفش معك، وانت كتحدث على هذه الظاهره اللي انا قلتها في الغرفه الاولى مناسبه فائته، ان كنا كنظنوا بانها يعني حالات معزوله، ولكن تبين مع الوقت اننا امام واحد الظاهره اللي اصبحت مقلقه، بل اكثر من هذا وذاك انها ولات كتخدش الصوره ديال المغرب، وكتخدش ايضا كتسيء كاع ديك المجهودات اللي كنديروا لا في التنظيم ولا في البنيات التحتيه الرياضيه، ولا ايضا حتى في استقبال تظاهرات كبرى دوليه وعالميه. نقدر نقول لك ان الفيفا راسلت الجامعه كتطلب منها تفسيرات في يعني في جراء ما وقع في المقابله المعروفه، واللي فعلا كانت شهدت واحد يعني مظاهر ديال العنف اللي شفنا، ان يعني شفنا مخزني يعنف بالاكثر من هذا وهذا، تضرب بسكين تضرب بموس، وبالتالي فما كنظنش غادي نكونوا اليوم. انا قلت بان لحد الان اننا ما عطيناهاش هذه الظاهره، ما عطيناش الحجم ديالها، وعجزنا اننا فعلا نتعاملوا معها بالصرامه الكافيه. ولكن اليوم انا كنأكد لك بان ابتداء من داك الشيء اللي وقعت فهمنا بان الامر ما بقاش ديال التفليه، ما بقاش ديال اللعب، وبالتالي فغادي يكون الضرب يعني بقوه على ايدي كل اللي كيبغي يلعب بالسلامه والامن والطمانينه ديال المواطنين. كنشوفوا في ملاعب انا كنشوفوا عائلات، كنشوفوا اطفال، كنشوفوا نساء، وطبعا فاش هذاك الشيء ماشي محض الصدفه، وانما كيجي لان كاين واحد الجو ديال الاحتفاليه، واحد الجو ديال الفرح الى اخره. كيفاش بغينا حنا هذه الملاعب ديالنا فعلا تكون فضاءات عائليه، وحنا كنشوفوا فيها واحد يعني المظاهر ديال الشغب. اللي بغيت ناكد لك عليه بان فعلا كاين هناك قانون، كاين هناك واحد مجموعه ديال العمليات التحسيسيه، ولكن غنقول لك بان المقاربه الامنيه كنا كنقولوا بوحدها ما كافياش، ولكن مهمه. فانا نقول لك من هنا لقدام راه حنا هضرنا مع المعنيين، من هنا لقدام راه سالينا من هذه التصارى، من هنا لقدام راه ما كاين غير الردع الحقيقي، لان كما قلتي ومشكور السيد المستشار المحترم، ولينا كنتواجدوا امام واحد الظاهره اللي ماشي غير فقط مقلقه، بل ايضا مسيئه للصوره ديال المغرب سواء كان في داخل الوطن او خارجه. وشكرا.